اهلا بيكم. كتير مننا يعرف اهمية الاوميجا 3 لصحة المخ والقلب والجسم، بس اللي ما تعرفوش ان مش كل انواع الاوميجا 3 في الصيدلية زي بعض. النهاردة جبت لكم الاوميجا 3 وانواعها كلها بتتكلم عن نفسها. انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس وتعالوا عشان تكملوا معانا الفيديو. كلنا اسمنا أوميجا 3 وشكلنا كبسولات زيت سمك ذهبية زي بعض، بس الحقيقة إن واحد فينا بس هو اللي هيفيدك والباقي ممكن يكونوا مجرد تضييع وقت وفلوس. تحب تعرف مين فينا اللي جسمك محتاجه فعلا؟ أنا شكلي قوي، مكتوب عليا 1000 ملغرام أوميجا 3، بس اللي محدش بيقولهولك إن ده التركيز الكلي مش تركيز المواد الفعالة EPA والDHA. هتلاقيهم عندي قليلين جدا، يعني هتبلع كبسولات كتير على الفاضي وهتدفع فلوس على حاجة مش كاملة. أنا بطل صحة القلب والمفاصل، أنا عندي تركيز EPA عالي جدا والDHA بتاعي متوسط. يعني لو عندك التهابات أو بتحتاج دعم لقلبك أو حتى بتلعب رياضة وعايز تحمي مفاصلك، أنا اختيارك الأول. بس لو هدفك الأساسي التركيز والمخ، يمكن فيه اللي أفضل مني. أنا ملك المخ والتركيز، عندي DHA بتاعي هو الأعلى، وده اللي بيخليكي مركزة، ذاكرتك قوية ومودك أحسن بكتير. لو بتدرسي، بتشتغلي شغل ذهني، أو عايزة تدعمي صحة طفلك بعد استشارة الطبيب، طبعا أنا أفضل صديق ليكي. عرفتوا ليه أحيانا بتلاقوا علب أوميجا 3 في الصيدلية ب100 جنيه وعلب تانية ب1000 جنيه؟ عايزة أقول لكم كمان إن الأوميجا 3 بتدوب في الدهون، فلازم تتاخد بعد وجبة دسمة زي الغداء عشان تستفيدي بيها. شفتوا الفرق؟ عشان كده لما نشتري اوميجا 3 لازم نقرا المكونات كويس ونشوف تركيز الDHA والEPA وهل ده مناسب معانا ولا لا. لو محتارين لسه ومش عارفين تختاروا اي نوع من الاوميجا 3، ابعتوا لي صورة العلبة اللي عندكم وانا هقول لكم هتنفع معاكم ولا لا. دمتم اصحاء، وفي حلقة جديدة ان شاء الله في غذاء ودواء مع دكتور آلاء. سلام. نسيت اقول لكم، لو عايزين نتكلم على اي نوع من انواع الادويه اللي في الصيدليه او عندكم في البيت، اكتبوا لي في الكومنتس وهنتكلم عنها الفيديو الجاي.